هذه أكثر من تقريبا واحد 25 يوم وأنا أصارع موت مع كوفيد. نزل عليا الحال وتمحنت بزاف. طاحت في نفس الوقت معايا بنتي ومراتي. السلام عليكم أخوتي المغاربة داخل وخارج الوطن المغربي. معكم سعيد الناصري. هذه أكثر من تقريبا واحد 25 يوم وأنا أصارع موت مع كوفيد، وهذا 15 يوم الأخرى كانت أقصى 15 يوم كندوزها في حياتي، لأنني نزل عليا الحال وتمحنت بزاف. لكن ما بغيتش ندير شي ديكلاراسيون باش ما نزيدش الهم على الهم، خصوصا أن المغاربة الآن كلهم تعيشوا مساكن في الألم وفي الضر. المشكلة الكبيرة هو أنني مني طحت في نفس الوقت معايا بنتي ومراتي، وانا تنترعد وكان ما قادرش حتى نتكلم. والصحفة كانت فاجئة أن بنتي حيت حاملة في شهرها الثامن. تصوروا معايا، تيقولوا لي خاص دابا يحيدوا ليها الطفل من كرشها لأنها عندها الكوفيد، وخصها حتى هي تحيد الوليد قبل ما يوصل بنيتها، قبل ما توصل 9 شهور مسكينة. وانا لا حول لي ولا قوة كنرتعش من بعد مدام مسكينة هزاتنا وجابتنا الكلينيك انترناسيونال. الله يجازيهم بخير، استقبلوني استقبال خاص يتهلاو فينا، دخلوني على الفور انا وبنيتي نعسنا. فما تقدروش تصوروا ان بنتك حداك غادا دير السيزاريان وانا بين الحياة والموت، ولا استطيع ان احرك ساكنا، غير كان نهز راسي كنطيح، لان انا جاني صعيب بزاف وتبوشاو ليا بعض العروق هنا في الريه، وما بقيتش كنقدر نخرج حتى النفس ديالي. فهمت بان الدنيا راه ما كتسوى والو، لكن الطاقم ديال كلينيك انترناسيونال هما اللي تعاونوا معايا، الله يجازيهم بخير، وداروا مجهود كبير من اطباء ولي زانفيرميي، وخصوصا كانوا دايرين بيا اكثر من 10 ديال الاختصاصيين، اللي مكلف بالقلب واللي مكلف بالرئه واللي مكلف بالريانيماسيون. وانا في خلال العنايه المركزه هاد 15 يوم حيت كلها دوزت عنايه جد مركزه، لان ما نقدرش نعيش بلا الاكسجين. مني بنيتي صار اللي حامله وقال لك خصها دابا تحيد البيبي، وطلعوها قدامي باش يحيدوا ليها البيبي. جات الجينيكولوج ولينا خايفين عليها لا يدوز لها حتى هي كوفيد، لكن ربي سبحانه وتعالى تحفظ البنيتات والوليدات البيبي. لكن المشكله انها مني خرجوا البنيته لقاو عندها حتى هي لانفلاماسيون طالعه تقريبا 61% اظن، وخاصها تمشي حتى هي العنايه المركزه. الوغ شوفوا النفسانيه كيفاش غادا تكون، كتشوف بنتك
يلا حطوها تعاني من السيزاريان، وبنيت بنتك فيها حتى هي لانفلاماسيون. رجلها ومراتي اللي هي حتى هي فيها كوفيد، ولكن وقفات ما قدرتش تجلس. هزت البنيه مع الوحده ديال الصباح ومشاو تيقلبوا على كلينيك خاص بالاطفال باش ينقذوا البنيته. وانا كنسمع هادشي وكل اللي كان غادي وكان تحت. ومني الحمد لله بنيتي حيدات السيزاريان، عاد قدروا يعطيوها الدواء باش تقدر تنفس، وقدروا يعطيوها هذوك اللي هادشي باش البروتوكول باش تحيد الكوفيد. وحنا هكذا في الصباح مراتي جالسين قلنا الحمد لله راه هي على الاقل مسكينه واقفه، ما جات فين توصل حتى هي باش تشوفنا، حتى طاحت ولاو تيفيقوا فيها حتى هي. وصبحنا بثلاثه بلوتو 4، يعني بنتي حدايا دايره السيزاريان ومريضه بالكوفيد، ومراتي حتى هي مشبحه حدايا، وما كاين لا حنين لا رحيم الا طبيعه الحال الطاقم الطبي هو اللي واقف. من بعد بقينا مشبحين بثلاثه، وبنيتنا الصغيره الحفيده في كلينيك اخر، وباها مسكين غزمو انه دكتور هو اللي كيمشي لعندها وقاد لها امورها، ولينا خايفين عليه حتى هو لا توقع له شي حاجه. هذه القصه ديال خوكم سعيد الناصيري اللي غنعاودها لكم. ما بغيتش نقول لكم هادشي بالديتاي من الاول، لان اولا ما قدرتش، وثانيا ما بغيتش نزيد الهم، لكن في نفس الوقت انا فرحان. علاش فرحان؟ فرحان لانني ماشي غير كنهضر او لا كنعاود على واحد مغربي خويا وقع ليه مشكل وكنقول للناس النصائح. انا قسمت الالم وهذا الداء مع المغاربه وحسيت بالالم. انا مبغيتش نقسم غير الضحك والبسط والمحبه، انا بغيت نقسم معكم الالم، وحسيت بالمغاربه مساكن كيعانيو هذا المرض، المغاربه اللي مساكن لا حيل لهم ولا قوه. وانا جالس ما عرف ما ندير، والدموع في عينيا، رغم ان الدكتور كيجي ويقول لي خاصك تكون ضاحك وخاص يكون عندك الامل، لكن كتشوف وليداتك قدامك اش من امل. وفجأة جا واحد شاب لطيف جميل ما عرفتوش فين جا، ودخل عندي وحنا في واحد لاشومبر، وجاب ليا خديشه ديال التمر، ابتسم وقال لي يا سعيد انت حبيبنا وعزيز علينا كاملين، كنبغيوك انت الامل ديالنا. وعطاني دوك التميرات، قال لي هادو جاو من الريصاني من مولاي علي الشريف، هادشي اللي قدرت تعطيك. في الاول عمرني ما كان يحسب لي ان انجزت سامبل، انجزت عادي انه يقدر يطلع لي الامل. اللي بغيت نقول لكم خوتي المغاربه، الله يحفظكم واسيو بعضياتكم. الا شتي واحد غادي يدير لكم امامه مريض غير واسيه وقول ليه ما يكون عندك باس والله يشافيك. انا ملي تنخرج للكولوار وكنشوف الناس كيفاش كيواسيو بعضياتهم فرحت، قلت الله
الله في هذه النقمة ديال هذا المرض ربي زرع نعمة حب المغاربة لبعضياتهم. الآن عرفت قيمة الحب. ديروا الخير، لأن الخير هو اللي كيوقف. أنا اللي بغيت نوصل لكم كلمة طيبة، انسى هذا خايب ولا هذا مزيان، كون انت مزيان، خرج داك الزوين فيك واعطيه لخوك اللي حداك بالكلمة الطيبة. أنا الآن بغيت نتقاسم معكم بالقصة ديالي، والحمد لله الآن أنا بديت كنتحسن، وبنياتي بداو كيتحسنوا بالأمل بالحب، وكنقدم التشكرات ديالي لهاد الكلينيك انترناسيونال، وشكر خاص للدكتور بقجاجي، الزوجة ديال الدكتورة الزبيدي. أنا في الأول كيحسب لي غير حيت سعيد الناصري، ولكن لقيت أن هاد الناس كيتعاملوا مع الجميع بواحد الطريقة جميلة جدا ولطيفة وبحب. الله يجازيهم بخير. الفراملية ديالنا الله يحفظهم، الليل ونهار مقابليني، غير تيوقف الأكسجين تلقاهم حدايا قلبوني ويشوفوا السخانة ديالي ويشوفوا بنتي ويشوفوا. الله يحفظهم. إكيبات كلهم قيت ما كينعسوش مساكن. دعوا مع خوكم سعيد الناصري، دعوا لي مع بنيتي، دعوا لي مع مراتي ومع الحفيدة ديالي. أنا محتاج للدعاء ديالكم. الله يجازيكم بخير، الله يحفظكم لينا، والله يحفظ لكم وليداتكم. شكرا لكم، شكرا.